من اطعم وصفات الفراخ اللي لو جربتيها مره هتدمنيها على طول، الفراخ المشويه بالتتبيله في فرن البوتاجاز من غير دخان ولا زيت ولا غلبه ولا فحم ولا اي حاجه خالص. انا طبت عليا ضيوف حبايبي ناس يعزوا عليا، بعتنا جبنا الفرختين القمر دول، وتعالوا بينا كده مع بعض هنشوف تبلناهم بايه ومكوناتنا ايه. بكل سهولة هنعملها كده وهتتشوي وهتتبل وتتاكل في نفس اليوم. اول حاجة كل اللي هتعوزيه هتجيبي شفشق الخلاط وتجيبي معاكي طماطم وفلفل وبصل. يبقى مكوناتنا الخضار من قلب البيت، طماطم وفلفل وبصل، هتقطعيهم وتحطيهم في شفشق الخلاط زي ما انت شايفة كده. والله يا بنات لو جربتوها هتعجبكم جدا وهتدمنوها، مش هتعملوا الفراخ غير كده. هحط بقى عليهم البصلتين زي ما انت شايفه، هي يعني زي بصلايه متوسطه بس دولت 2 صغيرين. هضربهم في الخلاط وهحط معاهم معلقه صغيره كركم ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون ونص معلقه بهارات لحمه لو متوفره عندك. وحطيت معايا دلوقتي حبه روزماري بتديها طعم لو موجوده، وحطيت معايا حبه خل، معلقه كبيره من الخل علشان تخلي طعمها او تخلي النسيره بتاعتها كده طريه وتستوي معانا بسرعه، لان احنا تبلناها وقعدناها في التلاجة يا دوبك ساعتين وطلعناها حطيناها في الفرن. هقلب بقى المكونات الجميله دي، وحطيت مكعب مرق دجاج، ده اختياري بس انا حبيت اضيفه عشان يملح الفرخه معايا حلو بسرعه وفي نفس الوقت يديها طعم حلو. الشطه طبعا اختياري، لو عندك شطه حطي شطه. وبعد كده بقى هقلب بقى التتبيله الجميله دي معانا. انا هنا بدوقها كده من على طرف المعلقه اشوفها محتاجه ملح ولا ايه، لان الملح في المرحله دي مهم جدا. لو انت هتسويها في نفس اليوم لازم تظبطي الحياء بتاعها وتخليه مظبوط، ما تخليهوش ناقص ملح عشان تطلع معاكي الفرخه ليها طعم كده. وبعد كده جبت الفرخه بتاعتي، طبعا انا كنت مفتحاها وانا بغسلها. الفراخ دي يا بنات انا غسلاها ونقعاها في محلول النقع اللي هو حبه دقيق ذره عليهم حبه ليمون وشويه ملح، ونقعتها شويه على ما حضرت التتبيله بتاعتي. هبتدي بقى كده ادخل وفتحت الفراخ بتاعتي كويس بحيث التتبيله تدخل جوه اللحم، لان زي ما قلتلك الفراخ دي استوت في نفس اليوم. اهو هدخل بقى كده بايديا في الفتحات اللي انا فتحاها في الفراخ، واحاول كده ايه ازق بايديا كده التتبيله جوه اللحم عشان الفراخ تبقى متطعمه كده معانا وكل نسيره فيها يبقى واصل لها التتبيله. عاوزه اقولك لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه، ما تنسيش تذكري الله طول ما انت واقفه في المطبخ، الا بذكر الله تطمئن القلوب. واوعي تنسي الصلاة على النبي، صلي معايا على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا قعدت بنات الفراخ بتاعتي في التلاجة حوالي ساعتين، وبعد الساعتين طلعتها. انا بحب دايما لما اشوي فراخ اقطع كده بطاطس كده طرنشات زي ما انت شايفة، وعشان الصوص او الزرد اللي هينزل من الفراخ ينزل على البطاطس يخلي طعم البطاطس كمان حلو. يعني هنستفيد بكل فتفوتة من البهارات او من التتبيله اللي احنا حطيناها في الفراخ. جبت الصينيه بتاعتي زي ما انت شايفه وحطيت فيها بقى الفرختين، وهنزل بقى عليهم كده بالصوص بتاعنا الجميل ده، واكون مولعه الفرن بتاعي يكون سخن. ادخل الفراخ على ولعه او على نار سخنه عشان اول ما ادخلها الفرن تغلي معايا على طول، ما تاخدش وقت وتنشف مني او تلزق في الصينيه. طبعا ما حطيناش ماده دهنيه خالص، هي الفراخ هتنزل الماده الدهنيه اللي فيها وتنزل بقى على البطاطس تطعمها. خليت الشبكه بتاعتي من تحت خالص، بس برضو ما حطيتش صينيه الفراخ على البلاطه، رفعها كده بالشبكه يا دوبك كده حاجه بسيطه. هنعمل مع بعض كده حبه رز بسمتي اصفر. حطيت حبه زيت، حطيت عليهم معلقه من البهارات بتاعه الكبسه بتجيبيها من عند العطار. انا حطيت معلقه واحده. احنا عامه ولادي بيحبوا الرز فاتح، ما بيحبوش طعم الكركم قوي يبقى ظاهر في الرز او يبقى ظاهر عموما في الاكل، فبحاول ان انا احط منه بس مقلله. هبتدي بقى اشوح كده الرز معايا، طبعا غسلاه ده رز بسمتي، غسلته على طول ما نقعتهوش، فبالتالي هزود له الشوربه شويه. هقلب بقى الرز. انا حطيت له ورقتين لورا بحيث يخلي طعمه كده حلو، بيديله ريق حلو وطعم كده بيطعمه ويخليه جميل، كانك حاطه مرق دجاج واحسن، لا هو بيديله ريق حلو. هظبط الملح بتاعه واغطيه. كوبايه الرز البسمتي بتاخد معانا كوب ونص ميه، كوبايه ونص ميه.
الفراخ بتاعتنا في الفرن اللهم بارك بتغلي، الشبكه من تحت خالص في البوتاجاز بس مش على الارضيه، شغاله معانا كويس جدا. وادي الرز معانا استوى، الاكله بتاعتنا ما خدتش وقت خالص وكانت جاهزه وكان طعمها زي العسل، وعزومه تشرف في اي وقت. لو ما عندكيش وقت تقدري تجهزيها بسرعه جدا، في نفس اليوم هتتبلي الفراخ وتسويها على طول في الصينيه في الفرن من غير شبكه بقى ولا دخان ولا فحم ولا اي غلبه خالص. بعد كده بقى نزلت بالرز على الصينيه زي ما انت شايفه، وهحط الفراخ بتاعتي. لو وصلت بقى معايا لحد هنا من الفيديو، يا ريت ما تنسنيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. عاوزه اقول لك البطاطس كانت اطعم من الفراخ، والله يا بنات ما شاء الله الفراخ طعمها زي العسل، جميله. التتبيله شاربه منها وهي شاربه من التتبيله، والبطاطس بقى كانت روعه، نازل عليها الزرد بتاع الفراخ، كانت احلى واحلى. طبعا عملت جنب الفراخ طحينه وشلتها في التلاجة على ما الفراخ بتاعتي كانت اتشوت والرز استوى، كانت الطحينه كمان بردت معانا، وكانت حاجه كده واكله جميله جدا وعزومه تشرف قدام اي حد. عايزه اقولك ما تنسنيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش.